أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية الإسلام وأدعوكم في رحاب هذه الحلقة رقم 94 في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دوما وإياكم على خير. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. اليوم أعزائي المشاهدين، أدعوكم لتتحملوا أعباء هذه الحلقة وحملها الثقيل حتى على المشاهد وعلى المخرج وعلى المقدم أولا طبعا. وهذا الحمل هو حمله ثقيل، يعني حمل إذا قلنا الإنس والجن في إريتريا تحملوا هذا الحمل وحمله ثقيل عليهم لا نكون مبالغين، هي صيغة مبالغة شوية. هذا الحمل هو حمل من كتب الله علينا أن نكتوي بناره ونكتوي بسوءاته وجرائمه، صاحب هذه الصورة سياس أفورقي. ولأنه الحديث عن السياس سياسيا هو من الأحمال الثقيلة نتيجا للوزر الذي ارتكبه بحق الشعب الإريتري طوال أكثر من 50 عاما تقريبا، يعني من خروج الجبهة من المسرح الميداني وانفراده بمسيرة الثورة والدولة، ولذلك حمله ثقيل. نحن ما دفعنا للحديث عنه هو هذا الكتاب الصادر عن الدكتور عمر زرآي، له التحية والتقدير. ونحن في برنامج مع اللغة العربية نهتم بكل الإصدارات العربية التي تصدر في الشأن الإريتري وفي الشأن اللغوي. في الشأن الإريتري لأنه جزء من رفض ودعم هذه اللغة هو الإصدارات العربية، وما أقلها وأكثرها شحا. وبرضو عندما تصدر لا تجد من يهتم بقراءتها وشرائها، وتلك مسألة أخرى ربما نأتي لنعالجها في موضع آخر. هذا الكتاب أنا أسميه هو كتاب القرن، حتى لو صدرت حديث عنه في صفحات بعض الكتب الإريترية التي تتناول، ولكنها لم تكن بذلك العمق وهذه الخصوصية. في شمولية هذا الكتاب أنه يتعلق بالرئيس سياس أفورقي، مسيرة قيادة ثورة ودولة، قيادة الثورة والدولة. صدر الكتاب عن مؤسسة هادي بريس، وفي طبعته الأولى 2022، وكتاب جديد يعني، والكتاب المثير للجدل في نفس الوقت، يعني خاض الناس فيه، وأنا كنت أتمنى أن يكون خوضهم علميا وسياسيا، ليس لمجرد أنه كيف يقول على هذا الفرعون الحاكم بأمره الرئيس السياسي ومسيرة قيادة الثورة والدولة. من هذا العنوان في وحدين اتخذوا موقف، وهذه مسألة غير علمية وغير وطنية، غير سليمة يعني من حيث هي يعني. وأنا كنت قلت بالعكس، يعني إنه هذا الرجل يعني لأمر يعلمه الله، يعني مؤثر في حياة من نحن على قيد الحياة. كنا 4 مليون 5 مليون أيا كان العدد للشعب الإريتري الموجود في الداخل والموجود في الخارج، خطوات ومشاريع وأجندات هذا الحاكم بأمره أثرت علينا يعني بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى الموجودون داخل الوطن، حتى الذين رحلوا، حتى الذين هم قابعون في السجون. وبالتالي الأحياء والأموات منا يعني سبحان الله، وكما قال نمد لهم في الآجال يعني ليزدادوا إثما كما ورد في القرآن الكريم. الحاكم بأمره مجموعته دفعته كلهم رحلوا يعني مشوا،
يمكن واحد اثنين يعني، ولكن لا زال هو أن يمد له ربنا في الآجال يعني ليزيده وباء وبالا وبلاء. عموما مشاهدينا الكرام، باسمكم جميعا أستسمحكم أولا أنه تحملونا أن نقرأ ما اختط من تعليقات على هذا الكتاب. منذ صدور هذا الكتاب لم يمر عليه يعني ما كثير، يعني أقل من عام، وهو بين أيدي القراء لقرابة بضع أشهر. وكنت أنا أتوقع من أولئك الذين يعملون في السياسة، يعملون في الكتابة، يعملون في الشأن الوطني وغيره، وحتى علماءنا الأجلاء، أن ينظروا إلى هذا الكتاب نظرة شرعية. وأنا أدعو عبر هذا البرنامج يعني نظرة تأمل العلماء. نحن تأملاتنا وقراءاتنا كانت في البعد الإعلامي والبعد السياسي. أنا تأملي تحديدا كان في بعده السياسي والوطني، لكن لو تأملته من الزاوية الشرعية قد يكون شيء آخر. ولذلك أدعو علماءنا الأجلاء أن يتناولوه كذلك من الناحية الشرعية يعني. ولأنه الشرع هو منهاج المسلم في الحياة، وما أوتينا بذلك من قوة لكي نعمل فيه قراءات شرعية يعني. لكن أسأل علماءنا الأجلاء أن ينظروا فيه نظرة المتأمل شرعا ومنهاج. أول الذين علقوا على الكتاب كان الزميل الكاتب الأستاذ محمد إسماعيل هنجلة، وأنا أحييه عبر هذا البرنامج. وحتى لا أنسى الذين هم الحمد لله الذين علقوا على الكتاب، ما هم كتار يعني عشان ما تسقط مننا أسماء. محمد إسماعيل هنجلة كان أول الذين علقوا على الكتاب. ثم بعد ذلك الأستاذ الكاتب المقتدر موسى عول الخير برضو أجرى عليه قراءة، وكذلك الكاتب الدبلوماسي الأستاذ علي محمد صالح برضو عمل عليه قراءة، ومحدثكم العبد لله برضو عمل فيه تأمل، والأستاذ إبراهيم الحاج عمل فيه يعني قراءة. وصف الكاتب الدكتور عمر زرقاي بأنها محاكمة يعني، وهي كانت بين محاكمة وتأمل وقراءة وبرضو علاقة أو يعني سياحة مع كتاب. وكذلك قدم الأستاذ مرافعات الأستاذ محمود باشري في محكمة الرئيس السياسة فورقي. السيد باشري برضو كتب تأمل وقراءة. وكذلك برضو ساد مان عمل ترويج للكتاب. وأعتقد الأستاذ عبد الرحيم عثمان كذلك عمل شيء من القراءة. هذه القراءات التي وقفت عليها أيها الإخوة المشاهدون. نحن في برنامج مع اللغة العربية لأنه صدر باللغة العربية، وهو أول كتاب يصدر حتى باللغة التجرينية. لم يصدر كتاب شامل عن حياة وتاريخ السياسة. الكتاب فيه عدد من الفصول وفيه قدر هائل نيف وستون من المراجع والمصادر، وفيه يعني قدر هائل من التواريخ. يعني فيه أعتقد هم 4 فصول. الفصل الأول، وثم بعد ذلك في الفصل الثاني، وأعتقد فيه الفصل الثالث، وبعد ذلك فيه المراجع والمصادر في 3 فصول. أنا إن شاء الله سآتي وأتحدث عن الفصول ومحتويات الكتاب. يعني الكتاب بشكل عام كما هو موجود عنوانه أمامكم يتحدث عن الرئيس إسياس أفورقي، جذوره وأسلاف الرئيس، هجرة الجد أبراهام حبوس، والد سياس ووالدة سياس وحبوبة سياس، وسلوك سياس في صباه، ومدرسته المكنن، التحاقه بالثورة بخيال الثورة، وأيامه في جامعة أديس أبابا، ورسوبه في الجامعة، ومدينة كسلا وخلفية الثورة. سياس
كيف كان بها. إسياس في مكاتب الثورة، لماذا التحق إسياس أفورقي بالثورة. إسياس سنة أولى نضال، زيارته للصين 67. وإسياس وحضور مؤتمر الوحدات في المنطقة الخامسة. إسياس يكتب خطاب الانشقاق ومجموعة عالة المسيحية. إسياس يقود مجموعة عالة. كذلك عناوين كثيرة، يعني علاقة إسياس بالسي اي اي. إسياس أفورقي قائد مجموعة عالة يلتقي بالزعيم الوطني الشهيد عثمان سبة رحمة الله عليه. ميلاد حزب الشعب الثوري. البيان الخطير نحن أهدافنا نحنان على ما نام. الخطاب الطائفي في ذلك البيان، المانيفستو. إسياس قائد لقوات التحرير الشعبية ثم قائدا للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. إسياس يقصي عثمان صالح سبة. وفي الفصل الثاني إسياس آليات الصعود إلى الاستبداد، الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. والله عناوين كلها مثيرة، وعناوين تدعو الناس للانكباب وقراءة هذا، حتى لو كنت تعرف تلك الأحداث، حتى لو كنت جزءا منها المشاهد الكريم. لكن عليك، هذا كتاب تحتج به أيا كان موقفك منه. يعني هذا الكتاب اليوم أي زول يعمل دراسة علمية على هذا الفرعون وسياسته وحكمه يدونها في المراجع المعتمدة، يعني في المراصد، في المراجع والمراصد، وتقول كتاب الدكتور عمر زرقاي سياسة أفورقي مسيرة قيادة الثورة والدولة، الصفحة كذا كذا، كلام يعني. فكلام يحتج به. أول كتاب نحن نمسك عن هذا الرجل على الرغم من عايشنا سنوات معه وكده بتاع، لكن ده كتاب أنا بديه يعني أهمية كبرى، لأنه مرجع أيا كان موقفك من المراجع أو من صاحب الكتاب الكاتب يعني. ولذلك بعدين السياسة وحرب تحرير المدن، الانسحاب من المدن، إجلاء جبهة التحرير من الساحة، تنظيم واحد، قائد واحد، وحصن سياسة فورقي في عنبربب، الأمين العام للجبهة الشعبية، برغماتية السياسة والاتجاه غربا، حرس الثورة، حلوى ثورة. كيف أدار حزب الشعب السري للجبهة الشعبية، مؤتمرات حزب الشعب الثوري، جولات المفاوضات الأخيرة، السياسة فورقي والرئيس الأمريكي جيمي كارتر. السياسة من واشنطن يعني يحيي مفاوضا السلام، مفاوضات السلام الميتة. وفي الفصل الثالث والأخير ليلة التتويج في لندن، الرئيس رئيسا للحكومة الإريترية المؤقتة حتى اليوم 32 سنة حكومة مؤقتة، تهديد الرفاق. السياسة فورقي رئيسا لفترة رئاسية ثانية، مؤتمر نقفة المسرحية 94 طبعا. السياسة فورقي الانتقالي ينقلب على الرفاق، بادمة، حرب إسياس وملا الزيناوي، عامان من الدماء والأشلاء. والله حقيقة أنا أحيي الدكتور، وسأقدم لكم تأملاتي التي كتبتها في هذا الكتاب. أحيي مرة ثانية وقد أشرت إلى ذلك. يعني هذا كتاب بذل فيه مجهود، بذلت فيه ساعات من البحث والتنقيب، ولذلك نحييه. نحن ليس لي أهمية ورئاسية هذا الرجل، لا، لأنه هذا الرجل شئنا ما أبينا هو مؤثر في حياتنا، ولذلك علينا أن نعرفه يا أخي. الله سبحانه وتعالى ذكر الشيطان وإبليس في القرآن الكريم، يعني موجود في صفحات القرآن الكريم، مذكور مقرون مع الرسل والأنبياء والله سبحانه وتعالى وقصص الأولين والآخرين. وهو الذي قال لا أسجد لبشر خلقته من طين، يعني وأنا خلقتني مما خلقتني، يعني من نار وكذا. على الرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى أبقى إبليس والشياطين موجودين في القرآن. لماذا؟ لنعرف أعدانا، لنعرف عدونا، هذا الإبليس الذي يتربصنا صباح مساء من بين أيدينا ومن أيماننا وشمائلنا وأمامنا وخلفنا وفوقنا، حتى يعني يقعد لنا بالمرصاد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. على الرغم من كده ربنا كان ممكن ينسفه ويخلينا يريحنا من الشياطين، لا، لكن ليبتلينا ويعرف من هو منا أحسن عملا. ولذلك ذكر الشيطان
في القرآن الكريم ونقرأه صباح مساء، ليس لعظمته لكن لنتقيه ونتقي شره. فلنتقي شر هذا الرجل ونعرف أخباره كده، علينا أن نقرأ هذا على الرغم من نتجرعه ولا نكاد نصيغه. ويأتي طبعا يأتينا يعني بلواه وعذاباته من كل مكان، حتى لو كنا في بلاد الغربة ومأمن، لكن برضو السياق مستمرة. لذلك الآن سادتي أدعوكم بكل احترام ومقاماتكم السامية لأقرأ لكم تأملاتي في كتاب الرئيس إسياس أفورقي، مسيرة قيادة الثورة والدولة، الدكتور عمر زرآي. قلت في تأملاتي: منذ عرف الإنسان الأول طريقه نحو الكتابة في بلاد ما بين النهرين قبل نحو 5000 عام، مرت الكتابة بمراحل 4، بدءا بالمرحلة التصويرية، ثم الأيديوغرافية وضع الرموز، ثم مرحلة الرسوم المعنوية، وأخيرا المرحلة الأبجدية. في واحدين علقوا قالوا الكتابة بدأت قبل هذه المرحلة بسنوات. هذا الذي وقفت عليه، وما في شك أنه قد تكون بدأت الكتابة من قبل يعني. ونتاجا لتلك المسيرة الطويلة احتل الكتاب صدارة اهتمامات البشر أيا كان تاريخ الصدور، سيما بعد صدور الأمر الإلهي لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بلزومية ومشروعية اقرأ، بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. منذ ذلك التاريخ ولزومية اقرأ ومشروعية اقرأ، نحن كمسلمين رسوله ونبيه الذي لم ولن تكن له أي علاقة بالقراءة والكتابة قبل الرسالة، ولم تكن مندوحة له بعد إذن، وما ينبغي له بذلك لحكمة ربانية. ثم عمد خصوصية الكتاب ومكانته في الأمم قول شاعر العربية الأول والأخير أبو الطيب المتنبي عندما قال: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وقد تمظهر اهتمام المجتمعات بالكتاب بعد إذن في ظهور أشخاص مختصين بالكتابة وفنونها، إلى أن أصبحت الكتابة مهنة استرزاق يستوظف في فنونها أصحاب القدرات الكتابية دون غيرهم. فمنهم من كان يكتب لهذا الملك وآخر للأمير ذاك أو ذياك الرئيس شريطة أن تتوافر فيه، أي في الكاتب، مهارات الفن الكتابي فضلا عن علمه بشتى فنون الأدب والمعرفة والعلوم المختلفة. وحيثما ذكرت الكتابة عزيزي المشاهد وعزيزة المشاهدة، يذكر عبد الحميد بن يحيى مولى العلا ابن وهب القرشي من أعلام الكتاب في القرن الثاني للهجرة، حتى عرف بعبد الحميد الكاتب، وكوكب من الكتاب المهر الحذاق حفلت بهم أروقة الكتابة. كان ذلك عزيز المشاهد قبل أن تفتقد الكتابة خصوصيتها وحظوتها في المجتمعات. أما وقد اختلط الصالح بالطالح، وتسلق شأو الكتابة من تسلق دون ما امتلاك للدربة والثقافة، سيما أولئك الذين تعاطوها دون تهيئة طبيعية أملتها عليهم رخص المداد، على رأي أستاذنا الزيات رحمة الله عليه، وما أرخصها في عصر تكنولوجيا المعلومات، هذه التي فتحت الباب المحصنة لكل من هب ودب. تلك الآفة وأخواتها وضعت الكتب في مصاف واحد،
سواء كتبتها أقلام ذوي العقول المطبوعة بالفطرة والثقافة والجدية، أو كتبها أصحاب التطفل والاستسهال، أو زمرتهم من سماسرة وتجار الكلمة، حيث تساوى الغث والسمين، وهي إحدى مأساة وطامة عصر تكنولوجيا المعلومات. وسط هذا الناتج المتلاطم في المطابع والمطالع، تنزل على يدي إهداء من مؤلفي كتاب الرئيس السياسي أفورقي: مسيرة قيادة الثورة والدولة، للدكتور عمر زرآي طيب الله ذكره. الكتاب في طبعته الأولى 2022 لمؤسسة هادي كما أشرت، على رقم إيداع، وفيه هو من الحجم المتوسط كما تشاهدون 229 صفحة، حوى بين غلافيه 221 عنوانا فرعيا تناثرت في طيات الكتاب الرائد الهام. عزيزي المشاهد، أمسكت بالكتاب كما تشاهدون بكلتا يدي، وكأنني قد ضيقت وألزمت بتلابيب وأنف من عناه الكتاب قيادة الثورة ومسير الدولة. هذا الفرعون يعني قيادة الثورة ومسير الدولة على التناول المنطقي وليس على التراتب الموضوعي أو العكس. وبينما أنا هكذا اشرأبت أمامي جبال من أسئلة حداد، وتماوجت قدامي محيطات من استفهامات رجاج، ومثلهما رتل من التقدير والاحترام لجسارة الكاتب الدكتور عمر زرآي التدوينية التوثيقية لمثل هكذا إصدار مدلهم عظيم. والعظمة هنا لا تعني يعني رفعة مكانة هذا الفرعون، سيما وأن الكتاب يمثل أول اقتحام عربي لهذا الحصن الذي تحاشاه حتى أولو التجربة والمعايشة، طوعا كان أو كرها، خوفا هو أو أمنا، جهلا به أو علما، لست أدري حقيقة. قلت في نفسي إن المؤلف أكاديمي صقلته تجربتا الماجستير والدكتوراه، وأن من عجم عودها فقد عجم، وما كل من مر بذلك الطريق الأكاديمي من الجادين المفلحين، لكنه أي كاتبنا الدكتور عمر زرآي هو حتما من الأولين السابقين في اقتحام هذا الحصن. ورغما عن ذلك فقد تسمرت عيناي أمام صورة الذي سأرمز له في هذا التأمل بصاحب المسيرة. أجل، أمعنت النظر وأمنعت النظر في صورة صاحب المسيرة التي تم تخيرها بعناية من قبل المؤلف، وهززت الكتاب هزة. وقد تلفحتني لذة فنية أن وجدت ضالتي في وضع مقارنات بين واقع سنحت لي الأقدار في زمن نظير أن أكون قريبا لا بعيدا من سياسة ورؤى صاحب المسيرة، سواء في مكاتب وأروقة وزارة الإعلام، أو تفاعلات العمل السياسي المباشر وغير المباشر، أو العمل التثاقفي في بلد وشعب ظلت تسيره عقلية وسياسة وأفكار ومشروع صاحب المسيرة لا غير، لقرابة 6 عقود إسياس أفورقي. عزيزي المستمع والمشاهد الكريم، إنها قراءة تأمل ومقارنة، ليس في الأدب المقارن، لكنها مقاربة بين واقع وطني في بعده السياسي المعاش. وعنوان كتاب عنوانه المؤلف الرئيس السياسي أفورقي: مسيرة قيادة الثورة والدولة. ويبدو من الوهلة الأولى عزيزي المشاهد كما لو أن في المسألة تناقض وتعارض، وأزعم أن المؤلف من فك على يقين قاطع أن العنوان نفسه سيفتح عليه ريحا ورياحا، بل عوالم من النقد والقدح والشنآن والاتهامات، والكاتب أحسبه منها كلها براء. أما وأن الكاتب وقد أدخل فكره وعقله طواعية وبلا إكراه
مدخلا خطيرا أو مدخلا خطيرا، حيث ولج ما لا يدخل، فعليه تحمل وزر هذا النقد وذاك الاستهجان، وبينهما التجهيل في غير موضعه، لأنه اقتحم المخوف المهوب، وحسبه أن من قصد البحر استقل السواقي، علما أن مرجعية مؤلفه الخطير هذا توزعت بين كتب ومراصد إعلامية وبيانات وأبحاث ومقابلات بحثية مقروءة ومسجلة باللغات العربية والتجرينية والإنجليزية، جاءت في بضع وستين مرجعا أو نحو، كما تابعت وتأملت المشهد عزيزي المشاهد. من هنا تبدو إشكالية الكتاب. إشكالية الكتاب، نعم عزيزي المشاهد، من هنا تبدو إشكالية الكتاب في هذا المؤلف الذي أصنفه مطمئنا بالمؤلف الكشفي، سيما وأنه الأول من نوعه من حيث جنس اللغة، ولا أعني هنا اللغات التي يتم التأليف بها فحسب، بل الأسلوب الكتابي الذي تخيره الكاتب باقتدار مدهش، قصدا كان أو تماهيا ليثير حفيظة القراء، وهي إحدى قوة وفصل الخطاب في كتابه الرقم كما أراه، علما بأنه الوثيقة العربية الأولى التي ترصد مسيرة صاحب المسيرة والتواريخ التي ينتمي إليها صاحبها تأثرا وتأثيرا لفترة تمتد من عام 1555 وحتى تاريخه، أي 22، وبدقة أكثر من 4 قرون. الكاتب رصد كل هذه المدة الزمنية وما يتعلق بها، حتى لو ظن بعض القراء أن تلك المدة مبالغ فيها، لكني أقول إن التاريخ سلسلة وحلقات مترابطة. رصد الكاتب تاريخ صاحب المسيرة بمراجع معدودات، ليخرج إلينا القلم الفحل بمرجع موثق نحاجج به في المحافل ومراكز البحث العلمي وأروقة المعارف أيا كان موقفنا منه. منجزه هذا بلا مراء يشكل عندنا نحن الجادين العقلاء إنجازا أقرب إلى المعجزة كتابيا طبعا، ليس قبلها ولا بعدها، في عالم إريتري أدمن وتخم من ثقافة المشافهة المحضة. هذا من ناحية أخرى، ومن ناحية ثانية أن من أصبح المتفرجون أنه وقد أصبح المتفرجون أبطالا أمام من يبادر بنسف هذا السكون اجتهادا وإنتاجا. إلى ذلك فإن صاحب المسيرة شخص تضاربت بشأنه أو بشأن منبته وجذوره الأقلام، وتلاسنت في مرابض بعده السياسي الأقوام، وتحاربت في مشاريع أجندته أولو الفيء والأزلام، وتصارعت في تلافي نهجه الأجرام، وتباعدت عن فهم كنهه الأفهام، وتسابقت في عبادته الأقزام والعياذ بالله. وهو أي صاحب المسيرة قد أعلن حيرته على لسان عربي شاعر مجيد ذات يوم حين قال: نصبتموني إلها دون ما رسل، أهكذا يعبد السفاح والجهم، أهكذا يرتجى من أمنه مرج، من يومه عوج، من دمه ديم. القارئ عزيزي المتابع والمشاهد يشتم في الكتاب عبق كاتب أديب من أول وهلة. يقول الكاتب في سطره الأول: 25 من مايو 1991، الشاب بهي الوجه طويل القامة إسياس أفورقي ذو 45 ربيعا يتوسط رفاقه في جلسات المفاوضات في المائدة المستديرة في لندن. هذا مقتبس إلى أن يقول في آخر صفحة من الكتاب: لقد شارف الكتاب على الانتهاء،
بينما قصة السياسة المثيرة للجدل لم تنتهي بعد، فمغامراته تزداد وعناده يقوى والكل في حيرة. انتهى الاقتباس. عزيزي المتابع، بين أحشاء 220 صفحة هي متن هذا الكتاب، اصطفيت أن أكون قارئا متأملا متدبرا، فوجدت فيه متنفسا رغم سوءات ما أعلم عن صاحب المسيرة. عبر الصفحات تتبعت سعير نتاج تجربة مسيرة ثورة ودولة لرجل قبض في يده كل شيء ولم يعطي شعبه شيئا من قطمير. وجدت الكاتب وقد تحرر من عقال، جمع عقال، الانكفاء على التاريخ السياسي التي مرت به إريتريا، وأعني بالفترات الإيطالية والانتداب العسكري البريطاني والإثيوبية، الفترتين الإثيوبيتين، إذ يقع كثير من الكتاب الإريتريين في حبائل سردها، حيث يوشك بعضهم الخروج عن دائرة مؤلفه ويعضون عليه على ذلك التاريخ ذكرا وتحليلا، كما لو أن ذلك التاريخ الاستعماري فاتحة أي كتاب وفرقان أي تدوين. ذلك الاستبصار والابتسار ميزة أحسن خرقها الكاتب الدكتور عمر ذرآي بحذاقة، رغم أنه تناول أبعادها في سطور محدودات، حيث دلف إلى مركز بطل المؤلف الكشفي صاحب المسيرة. الفصل الأول: جذوره، أسلافه، ثم هجرة الجد الأكبر حجوس مراش أو حجوس مراش بعد صراع بينه وبين الراس ألولا في الدفاع عن منطقة تنبين مركز السلطة في إثيوبيا التجراوية، حيث وقع أسيرا وقتل شنقا. وقد هرب الجد أبراهام أحد الأبناء الأربعة لحجوس نحو إريتريا، وبقاء الأسرة وزوجته الأميرة أدانيش منقشة حفيدة الإمبراطور يوهنس الرابع، وعودة الأميرة أدانيش بعد مقتل الإمبراطور يوهنس الرابع على أيدي قوات الإمام المهدي في موقعة المتمة، وعودة الأميرة مع أبنائها الأربعة إلى تجراي، بينما بقي زوجها أبراهام حجوس جد صاحب المسيرة إسياس أفورقي بقي في إريتريا. وأضاف الكاتب في سردياته أنه بعد محاولات عدة تمكن أبراهام حجوس جد صاحب المسيرة من إحضار أبنائه من تنبين إلى إريتريا، وهم أفورقي ومكنن، أي عم إسياس أحضرهما إلى أسمرة، ووالد أفورقي، ليعيش الجد أبراهام حجوس وأبنائه الأربعة في حي شعبي عريق، حي بشاول، حيث وفاته بعد عام في ذلك الحي، ولم تجد الأسرة بدا من دفنه في مقبرة كنيسة القديسة مريم عند مريم بأسمرة، بعد أن باءت كل المساعي لإيجاد مقبرة خاصة للأسرة الوافدة خلافا لما عليه العادة، فالمواطنون يدفنون في أراضيهم، حيث المتوفى عليه أن يدفن في مقابر أجداده، حتى لو حمل النعش عشرات الكيلومترات أو آلاف الأميال إن كانت الروح قد قبضت خارج القطر. فتم دفن الجد أبراهام حجوس مع العامة متساويا مع أولئك الغرباء من بني جلدته، كما ورد في الكتاب في الصفحة رقم 17. هذه الحلقة المهمة في منشأ وأصل صاحب المسيرة وضعها الكاتب في مشهد تاريخي ناطق، وأنا أحييه. عزيزي المتابع والمشاهد الكريم، مسيرة صاحب المسيرة وما لابسها أو صاحبها من تعرجات حياتية خاصة، وتقلبه من شخص عادي كغيره من قرناء جيله إلى نشأته في رعاية وكنف جدته مدهن المعروفة بمدهن براد صاحبة المجد الزاهي كما وصفها الكاتب، ليتحول الرجل إلى سلطة سياسية مطلقة انفرد بشغل المناصب كلها لوحده، ثورة ودولة. ليس هذا فحسب، بل أدار عجلة أزمنته كلها لوحده، بل انفرد بإدارة أزمنة الخلق الإريتري كلهم. فمنذ خروجه من الزهرة الجديدة
أديس أبابا في بدايات ستينيات القرن الماضي، والتحاقه بالميدان الثوري، وحتى تاريخه هذا 2023 أبعد من ذلك، فقد حير الناس في أمر نهاية مشروعه الذي رسمه ثورة ودولة في آن واحد. فقد فتقها الكاتب بطريقة تدعو إلى التأمل حتى لو لم يدعو إلى ذلك صراحة. صاحب المسيرة الذي فتح عينيه على نعيم لا بأس به في منطقة شعبية أبشاول، إن مواطني دولة الرجل الواحد هو الشعب الوحيد على ظهر الأرض الذي يهنأ على مغادرته بلده، والأغرب أن المغادر يتقبل التهاني بصدر رحب وفرح وسعادة وحبور مستطير. إنها تأملات عزيز المشاهد. سليل عمدة تنبيل حاغوس مراش ابن يوهنس الرابع ملك ملوك إثيوبيا، أحد القادة في جيش ألولا على رأي البعض، ثم من ناحية أمه أدانيش برهي جبرهيوت التي أخذت من سحنة السبائيين الأعراب بشرتها السامية الخالصة، ومن طابع أسمر المدينة العصرية تجرعت منها كأسا كأسا حتى غدت مدنية متحضرة. هندامها جمع بين حسن الهيئة واتزانا في السلوك والتعامل مع الناس، وهذا قول فيه موضوعية وحسن تصرف توثيقي حصيف لكاتب أمين كما أراه الدكتور عمر زرآي. أقول إن هذا الانتماء لصاحب المسيرة قيادة وسلطة في موطن أجدادي أيا كان شكلها قد يكون هو الذي اختمر في ذهن صاحبنا أن يكون القائد لكل شيء لا غيره، حتى لو كانت نشأته بين عيني جدته ورعاية أمه التي لم يذكر رعاية لها في مشافهات الأولين، أي رعايتها له ولا كتب اللاحقين تتناقض مع خلفيته ونشأته هذه. أقول ربما هذه هي التي جعلت من شخصية لا تشبه إلا نفسها في الأنوية والسايكوباتية والميكافيلية، حتى أسس لنفسه مدرسة في النهج السياسي يسميها العبد لله بثقة تامة المدرسة الإسياسوية. وتأسيسا على هذه المدرسة فهو على استعداد لتجاوز كل شيء من أجل أي شيء خاص به لا غيره. صاحب المسيرة أو صاحب المدرسة الإسياسوية لا تعرفه حتى نفسه التي بين جنبيه، فلمعرفة كنه صاحب المسيرة عليك أن تكون قد أوتيت ما أوتي النبيان سليمان وداود عليهما السلام، إذ لا يكفي أن تكون خبيرا في علم السياسة والنفس والاجتماع وما تفرع عنهما. وأحسب أن كل من يزعم بأنه قد عرف هذا أي صاحب المسيرة معرفة حقيقية ظاهرها وباطنها يكون قد جانب الموضوعية تماما، إن لم يكن قد قاتل الحقيقة بعينها قتال من لا يعرف للقتال طعما ولا مرسى. ولأنه أي صاحب المسيرة قد تولى أمر أمة من الناس تسابقت إلى رحى الحرب جلبا للحقوق وصونا للمكتسبات من بعد، فيكفي تقييم سلوكه وتصرفاته في الشأن العام أي الوطن بكل دفعه وترديه، والكتابة عنها وعنه تحتاج إلى شجاعة عقلية. وحتى هذا وعلى الرغم من وضوحه فإنه أصبح شيئا محظورا، لأن صاحب المسيرة قد بنى بينه وبين شعبه الذي يحكم باسمه، بل أصبح بتضحياته إمبراطورا لا ينازعه أو لا ينازعه في عرشه أحد. أجل لقد بنى سدا منيعا ممنوعا حتى التفكير في أمره حلما كان أو يغض، فضلا عن الكتابة عنه. أما توثيق محطاته فهي الخطورة بكل ما تعني المخاطرة. المألوف المحبوب هو أن تقف مع من ينتظر من الخلق الإريتري الكثير لمشاهدة فصلها الأخير فقط لا غير، أما غير ذلك فهيت وكيت وليت. استنطاقا للواقع أيها المشاهد الكريم، وربطا بما ورد في الكتاب، فإن شخصية صاحب المسيرة تصدرت لقرابة 6 عقود
المراصد الإعلامية والندوات السياسية والمناسبات الاجتماعية أفراحا وأتراح، بل حتى في الأحلام لم تخلو من أضغاثي. وأزعم أن خلقا كثيرا من شعبي رآه في أكثر من رؤية منامية وفق ما يتمناها وعكس الأمنيات. ولو كان تكرار الأسماء وأحلامها خيرا كانت أو شرا، كانت تبني شيئا مذكورا لبنى اسم صاحب المسيرة أمصارا ومدائن من اسمه فقط لا غيره أو لا فعله. إذ الملايين من الناس في قطره الذي يحكمه بشرعية الثورة وامتداداته هنا وهناك التي يحكمها بفذلكات ومماحكات سياسية نادرة، كل هؤلاء أصبح جزءا من حياتهم، بل تسبب فيما هو بشكل مباشر فيما هم فيه أو غير مباشر، سواء كان واقعا مريرا حنظلا داخل القطر الذي لا أحد يرسم ملامحه غيره على الإطلاق. فكل شاردة وواردة وصغيرة وكبيرة تحت سمعه وبصره، حيث تمكن صاحب المسيرة بطريقة مذهلة أن يفرخ ملايين من نسل فكره، وقد آمنوا بمشروعه طوعا أو كرها، وهم قد كفروا بما آمنوا به من قبل، يتشبثون بأهداف ما اختطه من منهاج وسلوك في إدارة حياة شعب بكامله، وهو الذي حرمهم في وطنهم الظل وسكب عليهم الحرور. الكتاب أيها المحترمون والمحترمات في فصوله الثلاث، الأول عن جذور أسلاف صاحب المسيرة، والثاني عن صناعة الدكتاتور، والأخير عن إريتريا الحرة بين قوسين، يعتبر الفصل الأول أطول الفصول بوصفه مركزية التأليف، لكني توقعت أن يكون الفصل الخاص بصناعة الدكتاتور أقربه غزارة ورصدا وتحليلا إلى الفصل الأول، بل أكثر، بوصفه أيضا إشكالية الحكم والسياسة في إريتريا، وهي التي جعلت من صاحب المسيرة يحتل بؤرة اهتمام العالم المحلي الإريتري يعني، والإقليمي وحتى الدولي. دكتاتورا عندنا هو من الدرجة الأولى، وقد يكون غير ذلك عند الآخرين سيما عند الكبار. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لكشف ما هو مستور وغير مكتوب وغير موثق عن صاحب المسيرة، هذا رغم الإشادة بما وفق فيه الكاتب من جمع ورصد ونشر لكثير مما هو مجهول أو متداول بغير دليل ولا برهان في أدمغة وأحاديث الخلق الإريتري تحديدا. عزيزي الكريم وعزيزتي الكريمة، استحسنت كثرة العناوين في الكتاب حتى في الصفحة الواحدة، فالاكتفاء بما توافر من معلومات تم الحصول عليها بشق الأنفس، ثم تخطيها إلى معلومات عنوان فرعي آخر. هذه الرؤية أثرت الكتاب كما أرى بما لا يساعد على قطع حبل القراءة والتراتب الموضوعي. الكتاب عكس بطريقة واضحة علاقة المؤلف بالمنهجية الكتابية التي هي أقرب إلى المنهجية العلمية. كيف لا وقد فتح الباب على مصراعيه لذوي التخصصات العلمية لسبر أغوار الديناصور السياسي هذا صاحب المسيرة في دراسة علمية، سواء في برنامجي الماجستير أو الدكتوراه. فالبحث العلمي والالتزام بمنهجيته سيحفظ للدكتور عمر ريادته لفك أو تدمير حصن الإمبراطور صاحب المسيرة المحفوف والمحاط بالألغام والمتفجرات، ويشجع كذلك على قراءة موضوعية للقيادة، أي قيادة المسيرة بشكل أعمق. أيها المحترمون والمحترمات، أخلص إلى القول إن الدكتور المؤلف خرج من معركته التأليفية هذه بجروح يعني طفيفة، وهو خير الكاتبين. فمثل هذه القراءة التي أصفها مع غيرها القليل لأنها من القراءات الجادة القليلة جدا، قد تعجل من شفاء جراحات الكاتب التي تلقفتها ألسن العامة فقط لأنه قال الرئيس أو قال قيادة أو قال الدولة أو الثورة إلى آخره. إن كل ما حواه الكتاب بين دفتيه أحسبه قد جاء في تصالح منطقي مع الحيادية غير المطلقة
والموضوعية المتناهية في تناول شخصية غامضة شحيحة جدا الاعتماد على ما يلوقه الناس لوكا في أحاديثهم دون تثبت، وأيضا أنه أي صاحب الرسالة لا تزال أجنداته تشغل حياة الناس، بل أصبحت جزءا مؤثرا ومثيرا في حياة الملايين، وأنه كذلك لا يزال يتنفس بعافية سياسية عنده وعند غيره مرضا عضالا لا يعجل من رحيله ولا يبقي له صلحا مع شعبه وأمته، لكنه الحاكم بأمره. ويكفي المؤلف شرفا وفخرا أنه فتح بابا ظل موصدا لعقود ليس في حيثيات الحياة فحسب، بل في عقول الملايين بمن فيهم البحاثة والكتبة والمؤلفين على حد سواء. وما كل سياسي عندنا بكاتب، بل وما كل كاتب عندنا بكاتب كذلك. عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، أقول في الأخير ما افتقدته في هذا الكتاب في عجالة. فضل الكاتب عدم نشر تعريفا خاصا به ولو مقتضبا، بحثت عن مبرر مقنع فلم أجده، إذ من حق القارئ التعرف على من يقرأ له، فالكاتب لم يكتب لأصدقائه ولا لأحبابه وخلاصه فقط، إنما كتب لعامة الناس سواء من بني جلدته أو غيرهم. كما أن صاحب المسيرة امتدت أصابع جنداته ومدافع أعماله غير المشهرة ومشاريعه المتشاكسة وأجنداته غير الوطنية وغير الإنسانية إلى خارج القطر الذي يتصدر مشهده لوحده. أجنداته السرية والعلنية شملت أقطارا بعينها، بل ضمت رعاية إدارته المختلف حولها ملفات خطيرة سواء بالوكالة أو بالكفالة. الكتاب انعدمت فيه الصورة أو الصور تماما، كما لو أن هناك من أشار إليه بذلك، بل ربما حذره من نشر أي صورة حتى صورة الكاتب نفسه، علما بأن نشر الصور في الكتب لا تأتي لزيادة حجم الكتاب، وإنما تأتي الصورة أو تعتبر من صميم محتويات الكتاب. بل هناك من لا يعترف بأهمية الكتاب إذا ما خلا من الصور، خاصة في كتب السير والأحداث المتعلقة بالمدن والأشخاص والدول. الصورة تمثل الشاهد الناطق لسير الأحداث التي يرويها الكاتب من ناحية، ومن ناحية أخرى تعطي القارئ راحة نفسية واطمئنانا موضوعيا فيما يقرأ. وإذا كان الكاتب قد أراد أن لا يشارك صاحب المسيرة في كتابه بصورة له حفظا لأشياء كثيرة وبراءة من أشياء أكثر، فإن إرفاق الكتاب بالصور لصيغ بماهية الكتاب في الكتب، بل مهمة للغاية. وما أكثر الصور والأحداث التي ضمها الكتاب فهي منشورة بقدر ما نشر صاحب المسيرة من تناقضات وسيناريوهات وغيرها على الملأ عامة. كذلك خلا الكتاب عزيزي المشاهد من الملاحق سواء التي نشرت في المراجع أو المراصد. أيضا نهج الكتاب، أنا أختصر في التعليق، نهج الكتاب منهج الدراسات الأكاديمية في عدم إهداء مؤلفه لمن يختصهم. هناك مدرسة لا ترى أهمية في تقديم إهداء إلى جهة مختصة فلم يهدي الكتاب، لكنه أهداه إلى الشعب. انفرد الكاتب بقلمه في رصد مسيرة قيادة الثورة والدولة صاحب المسيرة، كما انفرد الأخير بمرحلتي الثورة والدولة، حيث لم يقدم شخص آخر للكتاب. أنا شخصيا لا أؤيد أن يقدم أن يعمل الكتاب على تقدمة إلا إذا كانت هنالك إما علاقة أو ارتباط مباشر بالتجربة وهكذا. عموما دكتور عمر لم يعمل تقدمة من أي شخص آخر. صاحب المسيرة قاد الثورة والدولة بمعادلتين هما القول والممارسة. الكتاب تمكن من تغطية الممارسات، لكنه لم يرجع إلى أقواله في تصريحاته وما إلى ذلك، فرأيت ليته ربط الأقوال بالممارسة، فكان يمكن أن يكون تحليل ومقاربات أكثر. ما ورد في الكتاب من رصد المسيرة أي قيادة الثورة والدولة لصاحبها هي بحق مواقف ويوميات. الكاتب في الأخير قال إنه عنده كتاب آخر تحت عنوان مواقف ويوميات. ألم تكن هذه المسيرة كلها مواقف ويوميات لصاحب الرسالة؟ وإذا كان كذلك كان ينبغي أن يضمن في هذا الكتاب لا يعمل له عنوان. وإذا كانت
إذا كان النواد اكتشف كنزا أخيرا وبعد أن شطب الكتاب، فكان يمكن أن يكون بعنوان أكثر عمقا وأكثر يعني إثارة واستثارة للقارئ للقادم، أن لا يكون مجرد يوميات ومواقف، والناس كانوا على استعداد لكي يروا ذلك، ليست يوميات ومواقف. كذلك أهمس في عقل الكاتب والمؤلف أن ينقل هذا الكتاب من اللغة العربية إلى اللغة التجرينية، لأنني حسب قراءاتي لم أقف في التجرينية كتب بهذا الحجم، كلها قصاصات وتعليقات وما إلى ذلك أو مقابلات، لكن كتاب هذا يعتبر أول كتاب إريتري سواء كان بالعربي أو بالتجرينية ذاته ما موجود. لذلك أدعوه إلى نقله إلى حتى تتم الفائدة. أخيرا عزيزي المشاهد، اتفقنا أو اختلفنا مع ما ورد في الكتاب وليس مع الكاتب، تظل الشهادة البينة أن إسياس أفورقي قاد مسيرة ثورة ودولة، وأن تقييم المسيرة بشقيها سلبا وإيجابا تبقى مسألة نسبية عند كل واحد منا، حيث لا توجد حقيقة مطلقة في العمل السياسي، رغم سفور مؤشرات عن تخبط صاحب الرسالة هذا الفرعون. تخبط ليس مجرد مؤشرات، بل جرم ومظالم واستعمار واحتلال، وكل ما هو خارج المشروع الوطني هناك في إريتريا. إريتريا إنها حالة خاصة لا تشبه غيرها عزيزي المشاهد. ما وراء التأمل في الأخير، أقول ما وراء التأمل لصورة المؤلف المفتقدة، أقول من باب التذكرة، فالذكرى تنفع المؤمنين، إن الكتاب الحكيم القرآن الكريم، وهو أعظم كتاب نزل على الأرض وقرئ في الأرض وقرئ في السماء، قد جمع في طياته الإيمان والكفر والمؤمنين والمنافقين والمرجفين والصحابة والمهاجرين والمخلفين من الأعراب والأنصار وصناديد قريش الكفار وغيرهم في كتاب عزيز حكيم. صحيح لم تنشر صور أولئك وأولهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ولكننا نتصورهم في عقولنا، وإن لم نعمل ذلك وإن لم نتصورهم فإننا لا نتدبر القرآن الكريم. أقول للكاتب نشر صورة لك مع هذا الفرعون في صفحات الكتاب لا تعني إطلاقا المشاركة فيما اقترفته يد ولسان وعقل صاحب المسيرة إسياس أفورقي في المسرح الإريتري أرضا وشعبا ومستقبلا. أكتفي بهذا التأمل عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، آسف على الإطالة لبضع دقائق. كنت معكم في برنامج مع اللغة العربية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يعده ويقدمه لكم أحمد شريف عبر قناة سلام الإعلامية المباركة. اللهم بارك في مشرفيها وإداريها وأهليها، وإن شاء الله نسأل الله أن يمد حبل التواصل بيننا وبينكم عبر هذه القناة المباركة، لنقول ما نقتنع به فكرا وعقيدة ورأيا ومنهاجا في هذه الحياة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.